مين مننا بيتضايق لما يكون قاعد بيتكلم مع حد والحد ده باصص في الموبايل او بيتفرج على التلفزيون او بيعمل اي حاجة ومش منتبه له ومش بيرد عليه؟ طيب لو احنا بنتضايق من حاجة زي كده، احنا كبار وحد بنكلمه كبير مش بيرد علينا، بنحس بايه؟ الاحساس اللي بيجي جوانا بيكون احساس سلبي، بنتضايق منه جدا. طيب ليه ما فكرتوش ان احنا لما بنعمل الحاجات دي كمان مع الاطفال هم كمان بيتضايقوا او بيوصل لهم مشاعر سلبية؟ تعالوا نشوف هيتكلموا ازاي عن ليه الكبار مش بيسمعوا. ازيكم يا اصحابي في حلقة جديدة في بودكاست على قد عقلنا. العنوان النهاردة ليه الكبار مش بيسمعونا؟ تفتكري يا مريم ليه الكبار مش بيسمعونا؟ علشان يعني مثلا بيبقوا مركزين في حاجة ومش عايزين حد يغلطهم في الحاجة دي. يعني مثلا هم بيتكلموا على الواتساب. انا مثلا انا كنت بقول لماما حاجة وهي بتقول لي اسكتي شوية، انا عايزة اسمع زي. قلت لها طب اسمعيني الاول. قالت لي لا مش هسمعك، وحلفت عليا ان هي مش هتسمعني. يعني مثلا انا بقى بزعل ساعات ان هي مش بتسمعني. وانت رأيك ايه يا احمد؟ اللي مثلا ماما قبل كده ماما كانت بتكلم عبر وانا عاوزة اكلمها في حاجة مش فاكرة هي ايه بقى فممكن على فكرة ان انا ابقى هلطها في الكلام ونسيها وخليها تقول حاجة تانية. انا بالنسبه لي برضو نفس الكلام بتاع احمد ونفس الكلام بتاع مريم، بس هزود تفصيله ان ممكن مثلا لو انا مثلا اتخانقت مع اختي او اخويا، ماما مش بتسمع الموضوع، بتكون متعصبه لان مثلا ممكن اخويا او اختي يكونوا اتعوروا او يعني يكونوا بيعيطوا، فمش هتسمع لي وهتعاقبني على طول. فده ممكن يعمل كده، ده من وجهه نظري يعني. انا صحابي مجهودتش معاكم في الاستوديو فهصور لكم من البيت. فانا هتكلم دلوقتي عن ان ليه الكبار مش بيسمعونا. في كذا اسباب. انا من رايي يعني مثلا انا لو بكلم امي تبقى مشغوله على التليفون، وكمان ابويا كان مش بيشغل باله على اللي هو التلفزيون والنوم. مثلا زي موقف حصل معايا ان انا رحت قلت لامي يا ماما حصل معايا موقف في المدرسه، وهي ما ردتش عليا وما سمعتنيش. ليه؟ عشان هي كانت مشغوله في الانترنت، وفي برضو كان مشغوله بالاكل. عشان طبعا بقى انا ذات نفسي ان انا مش هسيب واحد هتكلم معاه عشان الاكل اهم بكتير. وكمان ممكن هم كمان بيعملوا لي عشان التلفزيون، مش بيسمعوني عشان التلفزيون. وفي حاجات كتير قوي. ده مثلا في حاجات زي لما امي تيجي لما الشغل وانا مستنيه بقى عشان اقول لها، وهي تبقى مرهقه فتبقى مبقاش ترد عليا. دي وجهة نظري. هما ليه الكبار مش بيسمعونا؟ علشان مثلا بيكون وراهم اشغال، في حاجات كتير في دماغهم شغلهم عننا ان هم يسمعونا مثلا او يقعدوا معانا يتكلموا معانا. دوت كرأي انا طفل، يعني دوت رأيي انا مستني يعني اللي هو يخلصوا اشغالهم بقى هما يجوا بقى يقعدوا معايا ويتكلموا انت كنت عايز كذا في يوم كذا، ويفكروني لو انا نسيت ممكن يفكروني. بس هما بيبقى يعني اي حد هيكون اكيد عنده اشغال، فهو دوت اللي بيمنعهم عن سماعنا، وهو ده رأيي. طب انت بتحس بايه يا احمد لما ماما مش بتسمعك؟ لما مامتك مش بتسمعك وتفضل تتكلم مثلا مع باباك وانت عايز تكلمها، بتحس بايه بقى؟ بتحس ان هي مش بتحبك، ولا بتحس ان هي بتحبك، ولا بتحس بايه؟ ولا بتحس ان هي مش فاضيالك او مش مهتمه ليك، او بتحس بايه؟ يعني ايه احساسك؟ مثلا هي فاضية بتكلم حد فأسيبها تكلم حد الأول، وأنا أبقى أكلمها بعد ما تخلص الموضوع. يعني ما بتزعلش ان هي مش بتسمعك؟ لا، مش بزعل من حد. وانت يا مريم بتحسي بايه لما ماما مش بتسمعك؟ بحس اللي هي يعني مش عايزة تسمعني خالص، مركزة في الحاجة دي ومش عايزة تسمعني. بحس لي في الوقت ده بحس لي مش حباني اتكلم معاها. وانتي يا ريتاش بتحسي بايه لما محدش يسمعك؟
بحس ان هي مش مهتمالي، او يعني لما تكون بتتكلم في حاجه ومش بترد عليها بحس ان هي مش مهتمالي. انا ذات نفسي لما امي او بابا مش بيسمعوني انا بحس بنوعين. واحد، بزعل قوي قوي. وحاجات تانية لو مثلا في حاجه يعني مثلا زي ما هما بياكلوا، انا ذات نفسي انا مش هتضايق. ليه؟ عشان هما بياكلوا حقهم. انا لو انا كبرت واب وانا باكل وابني الصغير كان بيكلمني، انا ممكن اكل اكلي بعد اقول له ايه ده، اكل بعد كده هكلمك. دي انا فيها مش هتضايق. بس هما مثلا لما ما بيسمعونيش انا بحس يعني باحباط، مش بيبقوا مديني اهتمام، احساس يعني بيبقى كده بقى زي ما انا. طب احنا المفروض نتصرف ازاي لما الكبار ما يسمعناش؟ ايه رايك يا احمد؟ مثلا لما زي الكلام لما يخلصوا الأول الكلام احنا نكلم بعض التاني. أول يعني محد يتكلم ويخلص الكلام احنا نقول بقى. وانتي؟ انا مثلا بحس ان انا ماما اسيبها شويه وبعدها برجع لها تاني تكون خلصت الكلام، وبعدها بقى اتكلم معايا زي عايزه احكي لها على موقف كده. المفروض ان انا اسيبها لما تخلص كلامها او تخلص الحاجه اللي هي بتعملها، وبعد كده برجع واسالها. بيسمعوني في الوقت ده يعني مثلا يا اما بروح لامي لما تهدى خالص اقول لها ليه ما سمعتنيش شويه، بتقول لي الاسباب. وفي برضو مره قلت فيها ليه يا ماما انت مش بترد عليها وبتقولي برضو الاسباب. او لما بتضايق موقفي انا بتضايق برضو عشان هم مش بيسمعوني. وبعد كده بقول لها يا ماما انا اتضايقت عشان انا قلت كنت بحكي لك على حاجه وانت ما سمعتنيش. بس هما وقت ما بيسمعونيش بسيبهم وبمشي وبجيلهم في وقت تاني، يعني اتكلم معاهم يكونوا هما هدي شويه من المشكله اللي هما فيها، تكون حتى اتحلت شويه، فكت عنهم شويه، فيكون عندهم وقت يكلموا. واحب يعني اقول حاجه للكبار ان هما يسمعونا، وان احنا يعني كاولادهم اهم من اي حاجه عندهم، وهم يدونا اهتمام يعني اكتر من شغلهم ومشاكلهم وكده، ويكون عندهم اهتمام بينا. شكرا. رسالتي للكبار ان هما يسمعوا الصغيرين والصغيرين رسالتي ليهم ان هما يستنوا. يعني مثلا في حاجتين الصغيرين، يا اما في الاكل مثلا زي ما قلتها، يا اما يستنوا لما يخلصوا اكل ويتكلموا معاهم. والرسالة التانية لما هما كانوا بيتفرجوا على التلفزيون يستنوا لما الفيلم يخلص ويتكلموا معاهم عشان ما يزعلكمش ولا يضربوا. اصحابي هتتصرفوا ازاي لما امكم ما تسمعكوش؟ واحنا كنا في حلقه في بودكاست على قد علينا وبس، كانت تشوفونا بعدين. باي. بصراحة أنا بنبهر كل مرة بسمع فيها الأطفال في موضوع جديد. أنا زيكم بالظبط، بسمع لهم لأول مرة وبتفاجئ من كلامهم وأفكارهم. علشان كده بصراحة بيزيد فخري بيهم، لأن هما مش بس بيوجهوا تهم، أو خلونا نقول مش بيوجهوا تهم أصلا، هما بس بيكون عندهم ملاحظات في بعض التصرفات اللي بتصدر مننا سواء قاصدين أو مش قاصدين، لكن بيتأثر فيهم بشكل أو بآخر، فمن حقهم يعبروا عن المشاعر اللي أصلا بتجيلهم من تصرفاتنا دي. ومن ناحية تانية برضو بيبقوا مراعيين إن الكبار بيكون عندهم أسباب إن هم مش بيسمعونا في أوقات معينة. علشان كده مهم جدا ناخد بالنا لما يجوا يكلمونا أو يحبوا يكلمونا في موضوع ما وإحنا مش فاضيين في الوقت ده، أو مش هو الوقت المناسب اللي نتكلم فيه أو نسمعهم فيه، فإحنا بكل بساطة هنقول لهم أنا هسمعك ولكن دلوقتي الوقت مش مناسب، فسيبني دلوقتي مثلا وأنا هرجع تاني أقول لك تعالى يلا عشان نتكلم في الموضوع اللي انت كنت عايز تكلمني فيه. هيزعلوا؟ لا مش هيزعلوا لو قلناها بطريقة حلوة، لان هم بيقدروكوا جدا وبيحترموكوا جدا وبيحبوكوا جدا. لكن اننا نزعق او نفقد اعصابنا ده هيخلي في خلل في العلاقة ما بيننا، وبالتالي ممكن يأثر انهم بدل ما يجوا يحكوا لكم انتوا هيروحوا يحكوا المصدر خارجي مثلا، وده طبعا في خطر عليهم. زي برضو ما قالوا كل واحد فيهم ليه رأي، وفي حد فيهم قال انه
احنا بنعذرهم، هم ممكن يكون عندهم اسباب، ممكن يكونوا مش فاضيين، بس كمان في اوقات بيكونوا بيعملوا حاجات مش مهمة قوي، مش اهم مني، لان هم بالنسبة لهم انك تسمعهم ده معناه انك بتقدرهم وبتديهم اهتمام، زي ما احنا الكبار بجد بنحس لما نكون بيكلم حد ومش بيرد علينا او باصص في الموبايل. فخلونا نخلي بالنا من تصرفاتنا كويس، وخصوصا معاهم وقدامهم، علشان هم كمان هيعملوا نفس الشيء. وافتكروا دايما ان احنا بنزرع فيهم بشكل مباشر وغير مباشر تصرفاتنا قدامهم، هم دايما بيلاحظوها. لو انتوا فاكرين ان هم مش واخدين بالهم، بالعكس الاطفال بيحبوا يستكشفوا ويلاحظوا، ودي من اكتر الحاجات اللي ربنا خلقها فيهم كاطفال يعني. فخلونا ناخد بالنا من تصرفاتنا ونديلهم مساحة من وقتنا اكتر من الحاجات التانية. وانا عارفة كويس ان الحاجات التانية مهمة، وهي كمان ليهم بالنسبة لهم انك تسمع لهم ده اسمه اهتمام وحب، وتعبيرات كتير قوي لو قعدنا نتكلم معاهم فيها هنطلع منها كتير معانا. فانك تعمل لهم الحاجات المادية اكيد شيء اساسي، لكن مهم برضو ان احنا نقعد ونسمع لهم ونتكلم معاهم ونديلهم من وقتنا، لان ده برضو شيء اساسي. ايوه بالظبط، العاطفة وان احنا نهتم بعاطفتهم ونفسيتهم ده شيء اساسي، وللاسف احنا كلنا او معظمنا اتربى على كده، يعني كان احتياج لينا اكتر من الحاجات المادية بكتير، او خلينا نقول مساوية ليها ومش اكتر منها، هي مساوية بالظبط. يعني دايما لما كبرنا حسينا ان الجزء النفسي مننا او العاطفي كان مهم جدا ان يكون ليه اهتمام كبير، زي مثلا ازاي نوفر اكل وشرب ولبس. الجانب ده اساسي زيه زي الاكل والشرب واللبس، فما تهملوش الجانب ده في اولادكم ابدا، وابنوه واعملوه صح، علشان كمان انتوا لما تدوهم عاطفة هم كمان هيدوكوا عاطفة. ما تهملوش الجانب العاطفي لانه فعلا اساسي. استنوهم في حلقة جديدة من بودكاست على قد عقلنا وموضوع جديد. لو عايزين تفهمونا